السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهاتنا. الفيديو بتاعنا النهارده هنعمل فيه رز بالشعريه. ناس كتير طلبته مني، هعمله معاكم ان شاء الله بطريقه سهله للناس او للبنات المبتدئين اللي مش بيعرفوا يعملوه. انا عندي هنا هعمل مقدار حوالي كوبايه ونص من الرز. هستخدم ليه هنا معلقه اكل صغيره اللي هي بتاعه الاكل العاديه من السمنه. هضيف ليها حوالي معلقتين من الزيت. احط ليهم الشعريه المقدار اللي انا حباه واقلب فيه، بس مش اسيبه وامشي، افضل واقفه جنبه كده لحد لما ياخد اللون الذهبي او اغمق شويه من اللون الذهبي. هنزل عليه بالرز اللي بكون غسلاه وسايباه يتصفى، واقلب فيه كويس لحد لما يختلط كله بالماده الدهنيه اللي عندي. كل حبه كده تتغلب بالماده الدهنيه عشان يكون مفلفل معايا ويكون في لمعه جميله كده. هنزل بحوالي معلقه صغيره من الملح واقلب فيه برضو. انا بشوحه شويه كده على النار. في الوقت ده انا بكون حاطه حاجه كده فيها ميه تسخن او تغلي، يعني توصل لدرجه الغليان. هنزل عليه بالميه. الرز بشعريه بيحتاج ميه شويه اكتر من الرز الحبه وحبه عشان الشعريه، فبيحتاج مقدار الميه يكون اعلى شويه. يعني كوني مغطيه كده شويه بحوالي يعني فوقه كمان بعقله صباع كده او سنتي بالنظر كده. انت بتعرفيها، في ناس بيحطوا فيها معلقه، لو وقفت في الحله بتكون كده الميه خلاص مظبوطه. بس كده بسيبه لغطيه ولحد لما يتشرب ميته. ابدا ان انا اهدي عليه خالص او احط تحت منه شياطه لحد لما يستوي. ما بياخدش معايا اكتر من 5 دقايق ويستوي ويكون بالشكل الجميل ده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. يا ريت بقى لو عجبكم تدعموني باللايك والسبسكرايب عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.